الفنان محمد عبلة أحد أعمدة الفن التشكيلي المعاصر في مصر والعالم العربي. بلغت شهرته الآفاق وانتشرت لوحاته في متاحف العالم الكبرى مثل المتحف البريطاني ومتحف قطر ومتحف جوجنهايم بأمريكا وغيرها الكثير. ولد الفنان محمد عبلة في المنصورة عام 1953 وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وسافر إلى عدة دول أوروبية للدراسة والعمل مثل أسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها. فتعالوا معنا ندخل عالم الفنان التشكيلي المصري العالمي محمد عبلة. الفنان محمد عبلة، بنرحب بحضرتك. أهلا بيكي. يا ترى كل فنان له رؤية وهدف ومن أعماله ورسوماته، يا ترى إيه هدف حضرتك وأعمالك؟ يعني هو أنا بحب إن يكون شغلي معبر عن الناس، ويحب إن اللي يدخل المعرض يحس إن هو الشغل ده بيعبر عنه. بحب إن شغلي يبقى معبر عن الوقت اللي أنا عايش فيه، إن إحنا في سنة 2000 وكذا، يبقى الشغل بيعبر عن الوقت ده. كل فنان له هدف إن هو يوصل أفكاره للآخرين. فأنا طبعا سعادتي بتيجي لما الناس بتدخل المعرض وتحس، ومن خلال أسئلتهم وحواراتهم معايا يحسوا بالرسالة اللي أنا ببقى عايز أوصلها لهم. وتبقى حكايات الفنان مع لوحاته، لكل لوحة قصة، ولكل قصة مغزى، ولكل مغزى أثر نفسي عميق. اللوحة ديت فهي بتمثل عيلة، وهي جدة وأم وحفيد. دي بالنسبة لي أنا كنت راسم جدتي ووالدتي وراسم نفسي، وديت حصلت لما لقيت صورة لجدتي. ما كانتش عندنا لها صورة، بس لقيت صورة بالصدفة لجدتي، فبدأت استرجع الذكريات بتاعت وجود جدتي في البيت يعني. وده كان حاجة جميلة. أنا فاكر وأنا صغير كان في علاقة وطيدة جدا معاها، وكانت هي مخزن الحكايات. كانت بتحكي لي حكايات كتير جدا، وكانت بتحب حكاية الرعب. كانت أمنا الله يرحمها كانت دايما تتخانق معاها، تقول لها ما تحكيلوش حكاية رعب عشان يعرف ينام. يعني تبدأ تحكي لي حكايات ما فيهاش رعب، أبقى أنا مصر أقول لها طب احكي لي حكاية الغول. فدي كانت اللوحة ديت كان لها الذكرى دي معايا، لأن كنت جدتي كان في ذكرى فعلا كانت حكيمة جدا. ويظهر الطفل بداخل الفنان رغم سنوات عمره التي شارفت على 60 عاما. أما الأم أو أمي يعني في اللوحة ديت هي لوحة أمومة. وأنا أمي كان لها دور كبير معايا في الفن، لأن هي الوحيدة اللي كانت بتشجعني جدا، وكانت دايما تساندني. يعني أبويا كان ضد إن أنا برسم وضد ان انا ادخل كليه الفنون، هي كانت مقتنعه. ولما كنا عارفه ان انا برسم كانت تقفل عليا الاوضه وتضيع المفتاح، عشان لما ابويا يجي يقعدوا يدوروا على المفتاح لغايه ما الم الورق والحاجات دي. اعتقد ان لوحات الامومه بالنسبه للفنانين كتير دايما بيبقى فيها حاجه شخصيه. فهي لوحات الامومه في حياتي هي نوع من الحنين الخاص لعلاقتي انا بامي. وافتكر ان هي كانت عندها القدره ان هي تكتشف كل واحد فينا كست اخوات، يعني تكتشف كل واحد هو بيحب ايه، وكانت بتشجعه يعني في الحاجه اللي هو بيحبها. انا كنت الوحيد اللي مهتم بالرسم في العيله، وهي كانت فاهمه ان ده بيبقى محتاج معامله خاصه جدا، وكانت بتساعدني في ده يعني.
تساؤل: ما علاقة الطفل الحساس ثم الرجل الفنان المرهف بالأمن ورجال الشرطة؟ أنا رسمت الشرطة كتير قوي في حياتي، يعني رجال البوليس والشرطة. يعني في مراحل كثيرة من حياتي كان دايما عسكري الشارع أو العسكري بشكل عام موجود في اللوحة. يعني في أعمال كتيرة كانت الشرطة ظاهرة، وخصوصا في الفترة من 2006 لغاية 2011. طبعا احنا كلنا عشنا المرحلة ديت وشفنا قد ايه الحالة الأمنية اللي كانت فيها مصر، وكان لدرجة ان انا كنت بتخيل ان كل مواطن جنبه عسكري او جنبه مخبر. ففي لوحات كتيرة انا رسمت الشرطة، وفي اعمال فعلا بنشوف الشرطة لكن مثلا الصورة بتاعت الامن المركزي اللي هم لابسين اسود دولت، دي كانت في الفتره بقى اللي زاد فيها الحده والاحتدام بين الناس والشرطه، اللي بعد كده ادت للي احنا وصلنا له في 25 يناير. لكن انا شخصيا رسمت العسكري كتير في حالات انسانيه، لان انا في النهايه حاسس وعارف ان رجال الشرطه هم في النهايه مصريين وعايشين نفس ظروفنا، ولكن لما بيتحول الشرطة ان هي تبقى أداة بس لخدمة الحاكم مش لحكمة المواطن، ففي الحالة ديت الشرطة بتبعد عن دورها. لكن في النهاية أنا دايما بصور الشرطة رغم من وجودهم الدائم في اللوحات، لكن بصورهم دايما في هذه الحالة الإنسانية، إن هم في وسط الناس، إن وشوشهم بتحمل طيبة ما وإنسانية ما أنا مش عايز أنزعها منهم. ولكن طبعا احنا كلنا عارفين ان لو الشرطة رجعت تاني لدورها القديم ودورها اللي احنا رفضناه، اعتقد ان ده هيخلي الناس دايما في حالة شد بينهم وبين الشرطة. رجل الشرطة انا بحطه كعنصر درامي داخل اللوحة عشان حالة التناقض ديت بين الشعب والشرطة. يعني فكرة الكونتراست والتناقض ديت نفسيا هي مهمة جدا في اللوحة. يعني اللي هيتأمل اللوحة هيحس بهذا الوجود طاغي للشرطة، وفي نفس الوقت حالة الإنسان العادي، وإحنا نقعد بين الحالتين طول الوقت. كان ليك سفر في أماكن كتير وعملت معروضات كتيرة، يا ترى السفر ده أثر على حياتك إزاي ومدى رؤيتك للعالم الخارجي؟ يعني أنا سافرت بدري، يعني أنا سافرت من بعد ما اتخرجت من كلية فنون جميلة في اسكندرية مباشرة، ولفيت معظم يعني تقريبا معظم دول العالم. عشت بين أسبانيا وألمانيا وسويسرا والنمسا والسويد. درست ودرست وعملت معارض، وكنت دايما عايش كفنان، يعني من خلال لوحاتي بسافر الأماكن دي كلها كمعارض وكده، وده بيجي الاحتكاك مع الناس من خلال المعارض نفسها. تم ليك معروضات كتيرة وأقمت معارض كثيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر. أكتر المعارض كانت انجذابا ليك أو أنت حاسس إن هي أقرب معارض لها؟ أنا عملت معارض كتير، بس أفتكر مثلا المعارض الأولى في بداية حياتي، يعني أنا أول معرض عملته خارج مصر كان في ألمانيا، ويعني كان حاجة جميلة جدا إن واحد صغير يعني 26 سنة أيامها، يعني فأول معرض عملته كان فيه إقبال كبير، لدرجة إن قعدت بسبب المعرض ده قعدت في ألمانيا 6 سنين متواصلة. كان له تأثير قوي أول معرض، لكن مثلا بعد كده من المعارض اللي أنا يعني كانت جميلة بالنسبة لي، أنا عملت معرض في السويد، وكان الجميل فيه جدا إن المدارس كانوا بيعملوا رحلات يومية للمدارس للمعرض. وأنا فاكر مرة وكان حاجة جميلة جدا إن فيه مدرسة من المدارس جم المعرض، وبعدين جم تاني ومعاهم الناظر بتاع المدرسة، وقالوا له إن إحنا عاوزين نشتري اللوحة ديت عشان نحطها في المدرسة. دول التلاميذ نفسهم. والناظر جاء وأقر الحكاية ديت، وكانت لوحة كبيرة ولغاية دلوقتي في علاقة مع المدرسة ديت من خلال اللوحة يعني.
انت حضرتك شايف من خلال التجربه ديت ان الفن وتاثيره داخل الاطفال ممكن ان هو لو يعني تم تنميته عند الاطفال في المدارس هيفرق كتير وهيبقوا متذوقين للفن من صغرهم؟ طبعا طبعا، يعني هو الواحد من خلال السفر والاحتكاك يعني بدول في اوروبا وامريكا وكده، وانا سافرت كتير مخصوص عشان اتعامل مع الشباب الصغيرين في الاماكن ديت. طبعا تدريس الفنون والموسيقى والرياضه في المدارس بتفرق جامد جدا، يعني بترتقي بحس الاولاد وبتساعدهم كمان على فهم المواد الاخرى. يعني الفن ده بيفتح عقل الولاد الصغيرين، بيخليهم يتقبلوا معلومات كتيره. يا ترى ما هي أكثر البلدان حسيت فيها واستشعرت فيها أثناء أي معرض أنت أقمته فيها كانت قريبة ليك أو حسيت إن هي فيها إقبال شديد على اللوحات؟ أنا فاكر مثلا رحلة الهند، يعني الهند لأن في شبه كبير جدا بيننا وبينهم. عندهم نهم شديد للمعرفة، يعني دي تحسيها في الهنود ان هو عايز يعرف، امكانياتهم بسيطة وكده لكن حب المعرفة. وده كان حاجة يعني لان شبهنا، بس هم في حاجة اختلاف، هم عندهم رغبة في التفوق فبتلاحظيها مع الهنود كتير يعني. أكيد رسمت لوحات كتيرة وكلها كانت معبرة. لوحة كان نفسك ترسمها وبتفكر إنك ترسمها ولسه هترسمها في المستقبل؟ طبعا أنا يعني عايش في وسط الجو بتاع مصر وحاسه جدا، وشايف الوقت الاختلافات اللي ظهرت جوه المجتمع، وبقى في المجتمع في جواها أسئلة كتير. أنا نفسي أعمل لوحة يحبها السلفيين ويحبها الإخوان ويحبها الإنسان العادي. نفسي إن اللوحة ديت كل الطوائف المصريين يشوفوها ويحسوا إن هي بتعبر عنهم، لأن هو ده دلوقتي الحل الوحيد للمستقبل، إن كلنا نتفق على إن الثقافة مهمة والفن مهم، وكلنا نحط في هذا الإطار. يعني الإسلاميين يحطوا ثقافتهم جوه نسيج المجتمع ويبقى في نوع من التفاعل، هو ده الحل. ويطرح السؤال نفسه، يا ترى ما هي علاقة الفنان محمد عبلة بثورة 25 يناير؟ أنا كنت حاسس إن في ثورة، وكنت حاسس إن أنا هبقى جزء منها. أنا اشتركت في كل المظاهرات اللي حصلت من 2004 لغاية ما قامت الثورة، مظاهرات كفاية واستقلال القضاء وكل الفعاليات اللي كانت بتحضر للثورة. وشاء حظي طبعا ان انا ساكن في جزيرة القرصاية اللي في 2007 حصل عليها مشاكل كتيرة جدا، وكان فيها بدايات ثورة حقيقية للناس ضد النظام. لما قامت ثورة يناير انا كنت في ميدان التحرير، ومن اول يوم كنت موجود كمواطن وموجود كفنان. اثناء الثورة عملت مع الاطفال اللي هم جايين مع اهاليهم باعتصامات في الميدان ورش عمل. عملت رسمت على الجدران ورسمت على الاسفلت، وشاركت مع ناس كتير في الفعاليات بتاعه الثوره. وكان ليا سبق ان انا عملت معرض داخل ميدان التحرير، ومن بدايه الاحداث وبدانا نجهز لمتحف الثوره في ميدان التحرير. اللوحات اللي انا رسمتها اثناء الثوره تناولت في المجمل علاقة الناس بالمكان. يعني في لوحة اللي هي بتتكلم على الجماهير، واحنا نشوف فيها عدد كبير جدا من الناس، ملايين البشر في صورة واحدة. واللوحة الثانية اللي هي بتمثل الأحداث العنيفة اللي حصلت في مجلس الوزراء. ودول مثالين اللي ممكن نقول ان دول شخصية الثورة، الناس الجماهير الكتيرة جدا، وفي نفس الوقت الأحداث اللي هي ساخنة وعملت دراما الثورة.
وهو الفن كمان بيبقى له علاقة كبيرة جدا بموضوع الدراما يعني. فهم الأعمال اللي حصلت أثناء الثورة هي كانت بالنسبة لي زي يوميات، أنا كنت بسجل علاقتي بالثورة يوم بيوم. يا ترى شايف مصر في عيونك ازاي؟ أنا شايف مصر بعد شوية القلق اللي احنا فيه الناس هتقعد وهتعرف إن مفيش حل تاني غير التفاهم والحوار، وإن احنا كلنا نبقى هدفنا إن مصر تبقى أحسن وأجمل، وإن كل الأطراف تقدم تنازلات وتقدم افكار. يعني ما فيش حد يقول انا ماليش دعوه خليهم يغرقوا او ماليش دعوه خليهم يقعوا، لا احنا كل اللي عنده جزء ايجابي يروح يقدمه عشان نبني مصر كلنا مع بعض. وكيف يصنف الفنان محمد عبلة نفسه بين فناني جيله؟ أنا بعتبر نفسي يعني واحد من الفنانين المصريين اللي بيهتموا بالواقع المصري، بيهتموا بالحياة المصرية. طبعا كل فنان في الدنيا هو زي ما يكون بيبقى له آباء في الفن. أنا بعتقد مثلا إن أنا من آبائي في الفن محمود سعيد، من آبائي في الفن عبد الهادي الجزار، من آبائي في الفن حامد ندى، من آبائي في الفن كل الفنانين اللي اتجهوا للواقع ورسموه وحسوا بيه. أعتقد إن أنا عملت من خلال شغل ومن خلال الرحلة الطويلة ديت عملت نوع من المزج بين ما هو محلي جدا وما هو لغة عالمية في الفن. واعتقد ان دور الفنان ان هو ينقل المجتمع وينقل نظرة المجتمع وعلاقة المجتمع بالفن، يحاول من خلال فنه ان ينقل النقلة ديت لقدام شوية. احنا كلنا كفنانين كل المبدعين ده بيبقى هدفهم ان هم يرتقوا بالذوق ويرتقوا بالمعرفة الإنسانية درجات لقدام، وانا بحاول اعمل ده. وانا اعتقد ان في مجموعة وفي جيل من الفنانين بيحاولوا معايا ان احنا نعمل هذه النقلة يعني. بحر فنان مصري عالمي أبحرت مركب سهارة. فناننا الجميل محمد عبلة، تحية من البرنامج لحضرتك، وبنسألك يا ترى تقول إيه للسهرانين معانا النهاردة؟ أنا بقول للسهرانين تأملوا الليل، لأن ليل القاهرة من أجمل الليالي من ناحية الضوء والحركة والصوت. وأنا من عشاق ليل القاهرة ورسمت ليل القاهرة في كتير من أعمالي. فبقول للسهرانين بصوا على النيل وبصوا على المراكب وهي بتلون صفحة المياه، وبقول للناس خليكم متفائلين بالليل وبالنهار، بدعوهم للتفاؤل. نشكرك. أبطال ولاد بلدنا بيشرفوا أوطاني، أبطال زي وزيك من أهلي وجيراني، شايفين وطنهم أمل.